احنا معانا واحد من المصريين المقيمين في المملكه الاردنيه الهاشميه من اكثر من 40 سنه تقريبا، ربنا يديله الصحه وطولة العمر، الحاج عادل جابر، اقدم مغترب موجود في الاردن، معانا على التليفون. السلام عليكم يا حاج عادل. السلام ورحمة الله وبركاته، ومساء الوطن الجميل. حضرتك يعني أنا سعيد جدا إن حضرتك معانا النهارده ومتواصل معانا، وكل سنة وحضرتك طيب بمناسبة الاحتفالية الجميلة دي، وبنهني طبعا أشقائنا في الأردن بهذه المناسبة الوطنية اللي هو يوم العلم. كل عام وأنت بألف خير الأول، والأردن كلها بألف خير، قيادة وشعب وملك. الأردن أنا بعتبرها، أنا عن نفسي أنا بعتبر الأردن وطني الأول مقرر. مصر والأردن واحد، واعتز بيها لان الاردن لها افضال علينا، والاردن ارض تحترم وارض تتحمى. وانا بهني من جميع الشعب الاردني والحكومه الاردنيه بيوم العلم اللي هو يوم طبعا في الشهر بتاعنا دوت هو شهر الاعياد، عيد القيامه وحد الزعف ورفع العلم وشم النسيم، فكلنا اعياد. فبندعي من رب العالمين ان يا رب اجعل ايامنا كلها اعياد يا رب يا رب ان شاء الله يا رب. واخبار الجاليه المصريه في الاردن ايه يا استاذ عادل؟ اخبار الجاليه المصريه تاقلمت، الجاليه المصريه كويسه، بخير، عايشه في بلدها الاول مقرر. يعني ما بتقدرش تتكلم فيه بيننا وبين الشعب الاردني مصاهره ونسب طبعا وعلاقات قويه وجميله. انت عارف يا حاج عادل، بالتاكيد عارف المعلومه دي، انه في عائلات ممتده طبعا ما بين الدول العربيه المختلفه، يعني في ما بين الاردن وما بين مصر هتجد انه في عائلات موجوده في مصر هي نفس العائلات موجوده في الاردن، موجوده في فلسطين، موجوده في المملكه العربيه السعوديه، ففي النهايه احنا كلنا اخوات واشقاء وواحد، احنا كلنا واحد يعني. نعم، ونفس المسميات. العائلات الموجودة في مصر والعائلات الموجودة في فلسطين، العائلات الموجودة في الأردن، العائلات اللي موجودة في سوريا، العائلات الموجودة في العراق، عائلات بذورها واحدة موحدة. تمام. الاحتفالات بقى عايزك حضرتك تشرح لي كده شويه، واحنا الزملاء كمان يعرضوا لنا فيديو دلوقتي اللي بتتم ازاي بقى. يعني احنا عرضنا فيديو كده انه في العلم الاردني طبعا الجميل اللي موجود في الميادين والمؤسسات والاولاد. ايه مظاهر الاحتفال الثانيه بقى بيوم العلم الوطني في الاردن؟ هو يوم وطني، يوم قومي، يوم وطني. بيكون في كل واحد ماشي في الشارع ماسك علم، كل سيارة أو كل عربية في قلب الشارع رفع علم، يرفع العلم على جميع المباني الأردنية، على جميع المباني سواء كانت حكومية أو شبه حكومية أو خاصة أو بيوت أو إسكان. تمام. وده بيدل على اعتزاز الشعب الأردني وتماسكه بعلمه. صح. وبعروبته. صحيح. كان اليوم اللي هو يوم الأربعاء. زي ما حضرتك كده شرحت، يوم الاربع الوان. ايوه. الشرح بتاعي مظبوط يا حاج عادل؟ الشرح بتاعي مظبوط، اللي هو اللون الاسود بيرمز لكذا، واللون الابيض واللون الاخضر والمثلث الاحمر. هو الشرح كما هو شرح تمام. ولكن ما اضيفت السباعيه خاصه في النجمه الا ما سمعتهاش انا من سنين طويله الا من عندك انت. اللي هي بترمز فهي بترمز للمثاني السبع. اوائل الدستور موجود الشرع ده. موجود في اوائل الدستور الاردني كده. نعم. تمام. والعلم الاردني يتالف كذا وكذا 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 وكذا. ده الشرح اللي انت شرحته او اللي انت قلته. تمام. عموما تحياتنا لحضرتك. عايز تضيف حاجه؟ انا عايز اقول تحيه الاردن، وتحيه مصر، وتحيه الاردن، وتحيه مصر طبعا، وتحيه الامه العربيه. وبدعي انا في سن ده للامه العربيه بالنصر والرفاهيه يا رب. يا رب ان شاء الله. والوحده، اهم حاجه الوحده. الحاجه الثانيه انا اشكر طبعا قيام وزير الخارجيه بلقاءاته والسفير نبيل حبشي للقاءاته مع المصريين المغتربين في الخارج، وخاصة في معلش تسمح لي في الجزئيتين اللي هي بتاعة الإنشاء كيان أو مجلس
او وحده لجميع المصريين في الخارج. الحاجه اللي هي الجميله اللطيفه الحلوه اللي هي انشاء شركه للمصريين في الخارج، وبس المفروض انها تراعى وتدعم، وللمصريين في الخارج والعائدين كمان يا ريت. تمام. يعني ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هتتنفذ قريب باذن الله. انا بشكرك جدا جدا، يعني شرفتنا ونورتنا، وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانتم طيبين. عودتونا طبعا على اللقاء وعودتونا على الحب والموده، وبشكر المخرج الاستاذ محمد، وبشكر سعادتك، بشكر الاستاذه الفاضله ابتهال عبد المحسن، وبشكر الطير المسافر في مصر والطير المهاجر في الخارج. انا بشكرك، شكرا لكم جميعا. كل سنه وحضرتك طيب يا حاج عادل. شكرا لحضرتك حبيب قلبي، الله يرضى عليك. سلام للجميع. شكرا لحضرتك.